بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقائي الأعزاء. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل على كل متابعين الأعزاء في قناتكم، قناة الدكتور مجدي عبد الستار للاستشارات الثروة الحيوانية والطب البيطري. النهاردة بإذن الله هنرد على سؤال جالي في الكومنتات. هل ينفع احتفظ بالسرسوب في التلاجة؟ طبعا له ميكانيزم معينة وله حاجات كده معينة ممكن تتعامل للسرسوب، لكن معظم الناس بتحطه في الفريزر. فانا هقول لكم ينفع ان شاء الله تحتفظ بالسرسوب في الفريزر وتستخدمه بعد كده، بشرط انك انت تسخنه بطريقة صحيحة. لازم تطلعه من الفريزر وتحطه في حمام مية دافي، يعني مش ميه مغليه، تكون ميه دافي لحد ما يوصل لدرجه حراره حوالي 37 درجه، ودي درجه حراره الجسم الطبيعي للعجل، عشان ما يحصلش تلف للبروتينات المهمه اللي فيه. بالنسبه لاستخدامه كوقايه او علاج لحالات الاسهال في العجول، فده حل ممتاز في بعض المزارع. وهتلاقي بقى طبعا بعض الدكاتره يقول لك لا، ما ينفعش حفظه في الفريزر، لا ده لازم يتعمل له معاملات خاصه ولازم يتعمل له شغل، يعني موضوع كده. لكن احنا شفناه في مزارع وشفنا استخدموه كوقايه في حالات لما يجي في اسهالات بيدوا العجل سرسوب، فده حل ممتاز خصوصا في المراحل الاولى من الاسهال. طبعا السرسوب ده فيه اجسام مضاده وعناصر غذائيه بتساعد على تقويه المناعه وتحسين صحه الجهاز الهضمي. لو استخدمته ما لقيتش نتيجه، ساعتها تبدا بالعلاجات الدوائيه المعتاده. زي ما قلت ان انا هتلاقي في دكاتره زملاء هيعارضوا الموضوع ديت ويقول لك لا، ده هو لما يجمد ويفك في بروتينات بتبوظ. لا، في ناس استخدمته ونفع معاه، لكن انا بقول لك لو ما نفعش ابدا استخدم العلاج الدوائي المعتاد، بس هو بينفع في البدايه، بس في بدايه الاسهالات بيديك نتيجه كويسه. فلو عندك كمية كبيرة من السرسوب، بدل ما تكبها، وده بروتين ممتاز جدا واجسام مناعية ممتازة جدا، فبدل ما تكب الكمية دي كلها، ممكن تحتفظ بيها لحالات الولادات الجديدة اللي ممكن يكون فيها مشاكل في السرسوب الطبيعي. وده اللي بتعمله مزارع كتير جدا، مزارع الابقار الكبيرة، انها بتخلط كل السرسوب اللي عندها وتحتفظ بيه عشان تجمع اكبر قدر من الاجسام المناعية في السرسوب وترفع مناعة المواليد عندها. يعني مزارع كبيرة عندنا ممكن تلاقيها عندها مثلا 4-5 حالات ولادة النهاردة، يروح يجمع السرسوب بتاع ال4-5 أبقار اللي هو زيادة عن رضاعة الأولاد بتاعتهم أو المواليد، ويجمعوا في أكياس كمخلوط لكمية كبيرة من الأجسام المناعية والبروتين اللي ممكن يديه بعد كده للعجول، بالذات المزارع اللي هي بتبيع عجول رضيعة. يعني بتديك وانت ماشي، بتديك 2 كيلو 3 كيلو، فبيشتغل كويس جدا يعني في الحاجات اللي زي دي. طبعا من خلال خبرتي في الاشراف على المزارع الحلاب الكبيره وزياره الميدانيه لمزارع عملاقه الحمد لله، لقيت ان الخطر الاكبر في مزارع الحلاب ومزارع الابقار والجاموس بشكل عام، الخطر اللي بيهدد ويدمر الانتاجيه ويوقف الانتاج ويؤدي الى خسائر فادحه والتهاب الضرع في الابقار. يعني ايه التهاب ضرع؟ طبعا التهاب الضرع هو التهاب بيصيب انسجه وغدد الضرع عند البقره، وده بيأثر على كميه وجوده اللبن اللي بتنتجه في العام. طبعا في نوعين رئيسيين من الالتهابات. في التهاب ضرع معدي، وده بيكون سبب ميكروبات زي الستاف اوريوس، وبينتقل بين الابقار في المزرعه. يعني اصعب مرض او اصعب ميكروب هو الستاف اوريوس ده، تلاقي اللبن لونه ميه صفراء. في التهاب ضرع بيئي، وده بيجي من بيئة مش نظيفة زي الأرضية الملوثة أو القش أو النشارة اللي مش بتتغير بانتظام. وعشان كده المزارع الأوروبية دايما بتشوف في الفيديوهات اللي بعرضها لك عن تصميم المزارع الحلاب بره إنهم بيهتموا بجمع السباغ بشكل سريع، ويهتموا كمان بالفرش تحت البقرة، قش رز وتبن الرز. حتى انتشرت في المزارع حتى في مصر الفرشة المطاط الجاهزة، تكون عرضها 2 متر في 3 متر بلاستيك او مطاط، بتحطه تحت البقرة الحلاب. دي بتحميها من مشاكل الحافر وبتحميها من مشاكل الضرع. طبعا الخسائر اللي بتحصل بسبب التهاب الضرع كبيره جدا. مثلا ابقار مستورده النهارده في المزارع الكبيره ممكن تخسر حوالي نص انتاج الموسم للبقره الواحده بسبب ان ربع يبوظ او نص الضرع يبوظ. غير ان اللبن المصاب طبعا بيبقى غير صالح للبيع والتصنيع، فالمزارع بتخسر كتير بسبب التهابات الضرع دي.
ازاي نعرف ان البقرة عندها التهاب ضرع؟ طبعا في علامات واضحة بتبين ان البقرة عندها التهاب ضرع، منها التورم والاحمرار بتاع الضرع، اللبن بيبقى القوام بتاعه غريب، فيه تكتلات او لونه متغير، تلاقيه مجبن كده او ميه صفراء. البقرة طبعا اكلها بيقل وتبقى كسلانة. في الحالات الشديدة طبعا ممكن الحرارة ترفع بتاع الحيوان. طبعا الميكروب قلنا بيدخل الضرع ازاي يعني في ناس تقول لك لا ده جاي من الدم من فوق، ما يجيش من فوق ابدا. الميكروب بيدخل الضرع عن طريق الحلمة، ولو القناة دي اتفتحت او كان فيها جروح الميكروبات بتدخل وتتكاثر ويبدأ الالتهاب حسب نوع الميكروب اللي سببه. ازاي نكتشف التهاب الضرع الخفي؟ في التهاب ضرع اللي هو السب كلينيكال ماستيتس، ده نكتشف التهاب الضرع طبعا مبقاش ليه اي علامات ظاهره، لازم نعمل تحليل لبن اللي هو البالك تانك اناليسيس، لبن التانك، واللي بيكشف عدد الخلايا الجسديه اللي هي السوماتيك سيلز كاونتس. ده لو العدد اكتر من 200 الف في المليمتر مكعب يبقى فيه التهاب ضرع خفي او سب كلينيكال. لو في 2 او 3 بقرات عندهم التهاب ضرع ظاهر وتحليل التانك اكد ان العدد عالي، فده معناه ان العدوى منتشره. طبعا ازاي نقلل المخاطر التهاب الضرع؟ اول حاجه النظافه والتطهير، لازم ننظف الضرع قبل الحليب، نستخدم مناديل جافه بدل رش الميه، نعقم ادوات الحليب بانتظام، نراقب نشاط الابقار والحركه بتاعتها والحراره، نستخدم انظمه بتقيس التوصيل الكهربائي والنشاط، طبعا الانتاج الكوندكتيفيتي والبرودكشن اكتيفيتي. لو التوصيل الكهربائي عالي والانتاج منخفض فغالبا بيبقى فيه التهاب ضرع. تحليل مزرعة البكتيريا، ممكن ناخد عينة لبن ونعمل مزرعة ونعرف الميكروب المسبب للمرض عشان تحدد العلاج المناسب. انواع البكتيريا اللي بتسبب التهاب الضرع، طبعا الكلام ده مش كل الناس هتستفيد بيه لكن لازم اذكره. الالتهابات الوبائية زي الستافيلوكوكس اوريوس والستافيلوكوكس اجالاكتيا. الالتهابات البيئية زي الايكولاي والكورايني بكتيريوم. اهمية فترة الجفاف اللي هي الدراي بيريود، قلنا فترة الجفاف دي مهمة جدا من 45 ل 60 يوم قبل الولادة، بتساعد على راحة وتجديد الضرع قبل موسم الحليب الجديد، بتعمل إعادة تأهيل الكرش من التغذية المكثفة، علاج التهاب الضرع المزمن قبل الولادة. الفترة الانتقالية مهمة جدا جدا جدا، أخطر فترة على صحة البقر اللي بتكون عرضة لأمراض زي حمى اللبن ميلك فيفر، التهاب كرش الحاد اللي هو الأسيدوزيس، أو الفاتي ليفر اللي هو الكبد الدهني. الفترة دي بتنقسم ل3 مراحل، معلش الفيديو طول شوية لكن لازم ان انا اقول لك كل الحاجات دي في فيديو واحد لان كلها مرتبطة ببعضيها. 3 مراحل. قبل الولادة ب40 يوم بتبقى فيه تغذية منخفضة من الطاقة والبروتين وغنية بالألياف. قبل الولادة ب20 يوم نرفع مستوى الطاقة والبروتين عشان يبقى قريب من تركيبة الحليب. بعد الولادة ب60 يوم بنغذي غذاء عالي الطاقة والبروتين عشان نعوض الفقد أثناء الولادة. طرق الدفاع الطبيعية في الضرع، ربنا خلق لنا الضرع وسائل دفاع طبيعية. جلد الحلمة لازم يكون سليم وخالي من التشققات. السدادة الكيراتين أو الكيراتين بلاج بتقفل قناة الحلمة بعد الحلب وبتمنع دخول البكتيريا. الصمام الطبيعي للحلمة تيت سفنكتر، طبعا ده بيمنع البكتيريا من الدخول للضرع بعد الحليب. بعد كل الكلام اللي احنا قلناه الخلاصة لازم تتابع القطيع وتعمل تحليل او تحاليل دورية لللبن تانك. النظافة والتطهير اساسيين طبعا لتقليل نسبة العدوى. فترة الجفاف والانتقالية ليهم دور كبير جدا في تحسين صحة الضرع والانتاجية. الالتزام بالاجراءات الوقائية والعلاج السريع ده بيحافظ على الارباح ويقلل الخسائر في المزارع. كده غطينا كل الجوانب المهمة عن التهاب الضرع وعلاجه وعن العجول الرضيعة وازاي انك انت تحميها من الاسهالات. يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتم. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.